في ناس طلعت فجأة واختفت فجأة، وناس كسرت الدنيا في لحظة ورجعت تشكي بعد شهور، وناس شفناهم فوق وبقينا نسأل هم راحوا فين. النجاح مش حظ، بس برضه النجاح مش دايم، لأن النجاح مش إنك توصل، النجاح إنك تكمل، والفرق ما بينهم بيغير مصيرك كله. النجاح مش حاجة بتيجي بالصدفة، أو بس مش نتيجة موهبة أو ضربة حظ، لكن الحقيقة اللي الناس كتير مش بتفهمها إن في نوعين من النجاح: نجاح بيبان بسرعة وبينتهي بسرعة، ونجاح بطيء ثابت يعني ليه جذور في الأرض، مش سهل يقع. الفرق مش في المجهود، الفرق في الفهم والوعي. قبل اي حاجه اعمل لايك وفولو لو انت على اليوتيوب، تشترك في القناه عقبال ما اروح اعمل ايس كوفي واجي لك. انا رحت عملت ايس كوفي وجيت شربته ونسيت ان انا بصور اصلا. بص، انا مقسم لك الفيديو لكذا مرحله عشان تفهمني. تمام. اول مرحله: النجاح اللي بيجي قبل النضج. في حاجه اسمها النجاح المبكر المضلل. تنجح بسرعه قبل ما تعرف نفسك، توصل لحاجه قبل ما تكون مستعد انك تشيلها، الناس تسقف لك وانت لسه مش فاهم هما بيسقفوا لك ليه اصلا. وده اخطر نوع نجاح، لانه بيغرك، بتفتكر انك خلاص وصلت وبتبدا تعتمد على النتيجه مش الاستمراريه، زي الناس كتير قوي اللي انت بتشوفهم على التيك توك، اللي بيعمل فيديو فجاه يضرب، يبقى ترند، فجاه يبقى حديث السوشيال ميديا لمده اسبوع، في الاخر بيتنسى. وفي اللحظه دي انت بتبقى اقرب انك تقع وانت مش واخد بالك. المرحلة التانية: النجاح اللي مبني على احتياج. في ناس بتنجح علشان تثبت حاجة، مش علشان تبني نفسها. بينجحوا علشان ينتقموا، علشان يردوا على الناس، علشان يحسوا بقيمتهم. زي اللي بيذاكر علشان محدش يشمت فيه، مش عشان هو اللي عايز ينجح. بس لما بيوصلوا بيحسوا ان النجاح مش كفاية، الفراغ الداخلي اللي عندهم لسه موجود ما راحش. والنجاح بيبقى مؤقت لانه جاي من الخارج مش من الداخل. المشكلة مش في الوصول، المشكلة انك مش عارف تعمل ايه بعد ما توصل. المرحلة الثالثة: النجاح الحقيقي مش بيمشي لوحده. في ناس بتفتكر ان النجاح حاجة بتحصل وبعد كده بتريح. انا نجحت خلاص، مش لازم افضل اطور من نفسي. الناس بتحبني فخلاص تمام، في نتائج يبقى ده كفاية. لكن الحقيقة النجاح مش ثابت. النجاح بيتاكل لو ما كنتش بتغذيه، بيتراجع لو ما كنتش بتطوره. زي انا مثلا، انا في كلية طب بشري، هل المنهج اللي انا درسته السنة دي، هل الدكاترة اللي من 20 30 سنة هم نفس المنهج اللي بيدرسوه؟ اكيد لا، لان كل حاجة بتتطور. واكتر حاجة بتقتل النجاح هي الغرور. المرحلة الرابعة: الفرق بين النجاح الحقيقي والنجاح المؤقت. النجاح الحقيقي بيفضل معاك حتى لما الدنيا تهدى، مبني على قيم مش على ترند، بيخلي اللي حواليك يكبروا معاك مش يصغروا، مش لازم يبان بس دايما بيكون مؤثر. النجاح المؤقت بقى عالي بس هش، بيخلي صوتك أعلى من قيمتك، بيسيبك لوحدك أول ما اللمعة بتاعته تروح. على سبيل المثال، بلدنا كلها بقت قايمه كده، قايمه نجاح مؤقت. كل الترندات اللي انت بتشوفها اسبوع وبتنسى مين صاحبها. افتكر دايما مش كل يا عم اهدى. ما كنت تسد بقى تعمل زمان وقع عليك. الغى الحته دي خالص. بلدنا زي الفل. خليك يا رب. مش كل ضوء حقيقي ومش كل صوت عالي مهم. المرحلة الخامسة: وعي النجاح، ودي الرسالة اللي أنا عايز أوصلها لك. النجاح مش لحظة، النجاح حالة محتاجة صيانة، محتاج تراجع نفسك حتى وأنت فوق، محتاج تسأل نفسك أنا بعمل إيه؟ هكمل إزاي؟ النجاح ده بينعكس على مين؟ الناس بتفتكر إن النجاح ده النهاية، ولكن لأ، ده بداية المسؤولية ومش أي حد هيقدر يشيلها. الخلاصة: ما تفرحش قوي لو وصلت بسرعة، لازم تسأل نفسك أنا بنيت أساس ولا كنت بجري وخلاص؟ النجاح مش حظ، بس ممكن يكون مؤقت لو ما كنتش واعي، والواعي هو اللي يحول النجاح من مرحلة لأسلوب حياة. ما تستعجلش توصل، استعجل تبقى جاهز، لأنك لو وصلت من غير ما تكون مستعد، اللي وصلك هو اللي هيوقعك. لو وصلت للمرحلة دي من الفيديو فأنا بصراحة I love you. كده أنت مستعد تطور من نفسك معايا؟ اعمل لايك وفولو واستنى بقية فيديوهات السلسلة.